معايا على التليفون اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية العلاقات والإعلام. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ إيمان. يمكن خلال المؤتمر الصحفي وزير الداخلية أعلن بأنه بعد ثبوت تورط حركة حماس بالدليل القاطع في عملية اغتيال النائب هشام بركات هيكون في خطوات ستتبعها الوزارة في كيفية التعامل مع هذه الحركة. هل في أي خطوات أو عناوين ربما نستطيع الحديث عنها في كيفية التعامل مع هذه الحركة؟ هو السيد الوزير أشار في اجتماع سيادته إلى أن بعض عناصر من الحركة كانت متعاونة وبتنسق مع الإخوان الهارب اللي هو يحيى السيد إبراهيم موسى في إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية علشان وعدوهم عسكريا وأهلوهم نفسيا للقيام بأعمال اغتيال لبعض رموز الدولة والقيام بعمليات تستهدف مؤسسات الدولة الرئيسية والمنشآت الهامة. طبعا هذه العناصر باعترافات المتهمين ثابت تورطهم في المشاركة في هذه العمليات، سواء كان بالتدريب أو بالإعداد أو بالمد بالمعلومات أو بكيفية إعداد المتفجرات أو تنفيذ العمليات الاغتيالات أو التفجيرات. فطبعا يعني تورط هذه العناصر يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهذا الأمر يتصل بالشق الأمني في الموضوع. نعم. كسيادة اللواء، واحنا بنشوف اعترافات المتهمين كلهم شباب صغير في السن، طلبة في الجامعة، معظمهم في جامعة الأزهر. كيف كانت وسيلة الاتصال الأولى أو الأقوى ما بين هؤلاء الشباب وبين سواء العناصر الموجودة في قطاع غزة، عناصر حركة حماس، أو الهارب المتهم الأول يحيى موسى الموجود حاليا في تركيا؟ هو طبعا يعني المحرك الأول اللي هو الهارب يحيى موسى بالاتصالات مع العناصر الإخوانية المتواجدة في القاهرة بيتم التواصل طبعا من خلال وسائل اتصال متعددة ومنها الوسائل الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية، وبيتم إصدار التكليفات وإصدار التعليمات للقيام بعمليات استهداف أو عمليات تفجير. ولكن طبعا أجهزة الأمن بمتابعتها لهذه العناصر نعم، وبالاستعانة بتقنيات متقدمة ومهنية وكفاءة رجال الشرطة أمكن ليهم بعد جهود مضنية بذلوها ان هم يكشفوا غموض حادث الشهيد مستشار هشام بركات، ويحددوا المرتكبين ويحددوا المتورطين فيه ويحددوا معاونيهم والناس اللي هي ساعدتهم في الدول الاخرى. نعم. ممكن ليهم ضبط هذه الخلايا المتواجده في القاهره وضبط عدد 48 منهم في 8 محافظات، ومنهم المجموعه اللي هي قامت بعمليه الاغتيال. واجهزه وزاره الداخليه مواصله جهودها لضبط بقيه العناصر سواء المتورطه او المشاركه او المطلوبه قضائيا في عمليات ارهابيه. اشكرك سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للعلاقات والاعلام. طبعا حركه حماس خرجت ببيان مقتضب ردا على هذه الاتهامات اللي اعتبرتها اتهامات، وقالت